العاب السولز، الالعاب دي تعتبر من اعظم الالعاب اللي جت في تاريخ الجيمنج، لانها فعلا غيرت مفهوم القتال ضد الزعماء، وعرفت تحيي كل زعيم موجود في الالعاب وتخليته في ذاكرتك. من بدايه دارك سولز 1 اللي بالمناسبه انا بعمل عليها فيديو مفشوخ فيه والله، وللاسف يمكن هطول فيه قوي، لغايه الدر رينج اللي انا لسه ما خلصتهاش، انا عامه وصلت لنصها. كل دي نجاحات وتغييرات جت من ايد ميازاكي، اللي صنع لنا طفره في عالم الالعاب. ولكن تعرف بقى ان كل العاب السولز دي مبنيه من مبدا انمي واحد بس، والصدمه هنا انه طلع انمي بيرسيرك اللي انا عملت عليه فيديو. سبحان الله كل مره بيجيب معاكم مش عارف ليه. فوالله هو مش حلبة للانمي بما ان هو شغال معاكم كويس، بس فعلا لولا الانمي ده ما كناش هنعرف حاجه اسمها العاب السولز، لان مبدا القتال اصلا في بيرسيرك هو نفس المبدا اللي اخدته العاب السولز، واللي بكل بساطه انت عباره عن فارس شايل سيف بتخاطر وحوش قد عمارتك، وانت المفروض بقى تفادي الضربات او تعملها دوجينج عشان الضربه ما تجيش فيك. الفكره دي بقى موجوده من بيرسيرك، وفعلا جاتس في المانجا كان بيعمل الحركات دي بالظبط، لكن لا للاسف مش فاكر اساميهم كلهم، ولكن كل وحش كان بيبقى ضخم. جاتس فعلا كان بيقعد يدوج ويتحرك يمين وشمال عشان فعلا الضربه ما تجيش فيه. ومش القتال بس، حاجات كتيره جدا اصلا العاب السولز اخدتها من انمي بيرزيرك، وانت لو بتقرا المانجا هتاخد بالك من الموضوع ده. وكده كده اصلا انا اتكلمت على الموضوع ده وانا بعمل الفيديو بتاع دارك سولز 1، فيا ريت تدعموا الفيديو ده اول ما ينزل، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك.